انت مالك يا بنكرياس كسلان كده ليه؟ يا دكتور انا معايا المفاتيح بس شكلها صدت ومش شغاله. مفاتيح يا بنكرياس؟ يا دكتور قصدي على الانسولين، معايا منه كتير ومفيش فايده في الخلايا دي. انا عارفك انت شكلك النوع التاني من السكر وصاحبك جاله مقاومه انسولين والخلايا بتاعته ما عادتش معترفه بالانسولين بتاعك. وانا هسيب السكر في الدم كده؟ اتصرف يا دكتور. يا دكتور سيبك من البنكرياس، انا دمي كده زي السكر وانا مبسوط بالوضع. اركن في جنبي يا بري، لو سمعت كلامك الجسم هيبوظ. احنا عايزين سكر يا دكتور. يا دم ابعت السكر للخلايا. يا دكتور مفيش انسولين راضي يشتغل، انا لازم اخلص من السكر ده مع البول، بس صاحبنا هيعطش لانه كل شويه هيخش الحمام. والعمل ايه يا دكتور؟ الجروح بقت بتتاخر في الشفاء وهتخش في غرغرينا. واحنا جالنا تنميل وكمان بقى في ضعف في حواتنا اللي في الاطراف وشويه كمان هنبوظ خالص. الشبكية بتاعتي بتتخلع، الحقوني قبل ما تعمي. يا جماعه استهدوا بالله، المشكله كلها تتحل، بس خلوا صاحبكم يلعب رياضه ويبطل اكل في السكريات عشان الانسولين يرجع يشتغل تاني. ويا ريت تقول له بسرعه بسرعه بسرعه. السكر اكيد بيخش تاني والانسولين راجع يشتغل يا دكتور. الحمد لله. الحق يا دكتور في مشكله جديده. خير يا بنكرياس، وقلب لي كمان لغه عربيه فصحى، شكلك وراك مصيبه. المفاتيح ضاعت. رجعنا لنقطه الصفر، والسؤال ليك، والبنكرياس دلوقتي ما عادش بيطلع انسولين، هنتعامل معاه ازاي؟ وما تنسوش تعملوا فولو، انا عارف انكم بتحبوني.